نرحب بكل مشاهدينا الكرام في هذا البرنامج، برنامج المجرة الرياضية الذي نواصل فيه الحديث عن مجموعة من الأحداث الرياضية الوطنية والدولية. اليوم سنتحدث عن البطولة الاحترافية واللقاء الهام الذي سيجمع لقاء الديربي بين فريق الوداد البيضاوي والرجاء برسم الدورة السابعة. وبطبيعة الحال هذا اللقاء سيتم إجراؤه في انتظار إجراء بقية اللقاءات المؤجلة لبعض الفرق والترتيب المؤقت حاليا. إذن سي مصطفى مرحبا بك. أهلا وسهلا سي حسن، مرحبا بأوفياء ميديا بريس تي في. إذن سي مصطفى، كنظن بأنه الآن البطولة الوطنية تسير، ربما العديد من التظاهرات الدولية تفرض تأجيل مجموعة من المقابلات بالنسبة لعدد من الفرق، ولكن البرنامج لا زال متواصلا، وأهم ربما هناك كل مقابلات مهمة، ولكن مقابلة الوداد والرجاء لقاء الديربي يكون عنده طابع خاص بالمقارنة مع المقابلات أو المقابلات اللي كتجمع فرق من مدن مختلفة. بالفعل حسن، انطلقت البطولة الوطنية تحت شعار يعني لا للهزيمة بالنسبة لمجموعة من الأندية، والأندية الكلاسيكية تتواجد في كوكبة المقدمة وتدافع بكل شراسة عن يعني طموحها في بلوغ أعلى المراتب، خاصة الظفر بلقب الدوري المغربي. لقاء الرجاء بالوداد الديربي البيضاوي اللي كيجي في ظروف خاصة بالنسبة للفريقين تأجل بسبب التزامات فريق الوداد على الواجهة الإفريقية. نهنئ فريق الوداد مروره للدور القادم دور المجموعات بعد تجاوزه لفريق أشانتي كوتوكو الغني فوزي عالي ذهابا وإيابا 1-0 و6-1 5-1 أو 5-1 بالفعل 5-1. فريق الوداد الرياضي يدخل هذه المباراة وعينه على النقاط الثلاث. لماذا؟ لأن الوداد كان متصدر للبطولة الوطنية قبل يعني تأجيل اللقاءين اللي الآن فرق نقطة واحدة بين الفريقين معا، بين الرجاء والوداد، مع مقابلتين ناقصتين لفريق الوداد ومقابلة ناقصة لفريق الرجاء البيضاوي. بالفعل، فالطموح ديال الفريقين كيف قلت غادي يكون طموح كبير باش يعني ينفردوا بالصدارة. الوداد يطمح في النقاط الثلاث لأن عنده جوج ديال المباريات اللي ناقصة، وكان كيعتري صدارة الترتيب قبل تأجيل اللقاءين بسبب التزاماته الإفريقية. الرجاء نفس الطموح، الرجاء يعزف على وتر الانتصار اللي حققه في الدورة الماضية أمام فريق شباب أو فريق تشيرا أولمبيك تشيرا، بالرغم من أن اللقاء كان صعيب والرجاء يعني لم يقنع في هذه المباراة، هذا هو الواقع، ولكن المهم هو النقاط الثلاث. لقاء الديربي يأتي في ظروف خاصة كما قلنا، مع الأسف تأجل لأنه كان خصو يجرى تزامنا مع لقاءات الدورة الخامسة، لكن تأجل بسبب التزامات فريق الوداد، اللي هو أكيد أن فريق الوداد يعني دعم صفوفه بعناصر قوية. الرجاء هو الآخر دعم صفوفه، والجميع ينتظر نتيجة الديربي لأنه يكون لها واحد الواقع كبير على مستوى ترتيب الفريقين ضمن كوكبة المقدمة. ولكن الأهم وهو أنه البعض كان يتحدث عن إمكانية ترحيل هذا، ماشي ترحيل، يبقى في مدينة الدار البيضاء ولكن يجرى في ملعب آخر. وكنعرفوا مثلا العربي الزاولي ما عندوش نفس الاستيعاب ديال المركب محمد الخامس، وربما حتى الأجواء ما كتسمحش بنفس الاحتفالات. الآن أنه مركب محمد الخامس يحتضن هذا اللقاء، شاهدنا الاحتفالية ديال الجماهير ديال الوداد أو الرجاء مقابلات سابقة من غير الديربي كيف هذه الاحتفالية، أنها تعطي واحد الصورة اللي كنبغيوها دائما في كرة القدم. إذا كان تنافس حسن على أرضية الملعب بين الرجاء والوداد، والكل فريق كيطمح باش يعني ينسلوا بفريق مهم من النقاط بالمركز الأول، فهناك تنافس كبير كذلك على مستوى المدرجات. كنعرفوا ما يصنعه جمهور الرجاء وجمهور الوداد على مستوى المدرجات، احتفالية كبيرة، تيفوات، يعني يرسل رسائل، يعني العالم كله كي يوقف وقفة يعني تقدير لهذا الجمهور. ما يثلج الصدر هو أن في اللقاءات اللي مروا حتى الآن واللي كانوا في مركب محمد الخامس هو يعني امتلاء المركب عن آخره، كيتمتلأ بالجمهور ديال الفريقين. الوداد
الملعب مع اشانتي كوتوكو الملعب امتلأ عن اخره. كذلك بالنسبه للرجاء امام فريق اولمبيك تشيرا، وهذا اولا يعطي صوره جيده عن الجمهور المغربي وحضوره والتشجيع ديالو. ثانيا كيكون بمثابه حافز وتشجيع للفريقين هنا بمركب محمد الخامس مدينه الدار البيضاء. ثالثا على المستوى المادي كيكون مدخول كبير بالنسبه للفريقين ينعش خزينه الفريقين، وهذا اللي ربما كان في لحظه من اللحظات على انه سينقل الى ملعب اخر، لكن تدخل السلطات المحليه وتدخل كذلك والي مدينه الدار البيضاء من اجل يعني ابقاء واجراء اللقاء. وكنظن بانه مركب محمد الخامس العديد من الاصلاحات اللي دارت فيه، كنظن بانه اكيد انه غيكون من جزء من الاحتضان انه غيحتضن بعض المقابلات ديال كاس افريقيا للامم، ولكن كنظن انه ربما كانت واحد الاصلاحات اللي كنظن كافيه لهذا الملعب باش يبقى مستمر ويستقبل ويحتضن لقاءات ديال الفرق البيضاويه. لان كما قلت لك رغم انه المركب ديال الزاولي اصبح في واحد الحله وكيعطي هو واحد الصوره طيبه على مستوى المتوالي، ولكن الطاقه الاستيعابيه ديالو ما كتسمحش انه الجمهور يكون بنفس الحضور وبنفس حينما نتحدث حسن عن الرجاء والوداد نتحدث عن اكثر من 60,000 متفرج. 60,000 متفرج، لو كان الملعب كيهز حتى 100,000 غيكون الجمهور ديال الرجاء والوداد يملا يعني المدرجات. فالاصلاحات اللي كيخضع عليها مركب محمد الخامس علامه استفهام كبيره، لان في كل مره كيتشد الملعب من اجل الاصلاحات. الان عاوتاني كانوا الاصلاحات كيقولوا غيتسد من اجل العشب، من اجل اشياء من هذا القبيل، وهو ما يطرح مشاكل لقطبي مدينه الدار البيضاء وتساؤلات ايضا غير قديمه، لان كيقولوا بان العشب هو اللي غيخضع للاصلاح الى غير ذلك. كاينه فتره اللي غيتوقف فيها البطوله او فتره اللي غيكون فيها، ولكن هذا العشب اللي كيتعاود واش كاين مشكل في لونتروتيان اللي هو ولا كاين مشكل في الاصل؟ هذا هو اللي خصو، هذا هو العلامه الاستفهام اللي كتطرح. فين كاين المشكل؟ مركب محمد الخامس ترحيل الفرق البيضاويه في السنوات الماضيه لملاعب اخرى من اجل الاصلاح، عاود كيرجعوا يلعبوا كيخضعوا ثاني الاصلاح. هذا هو علامه الاستفهام. غير باش نبقاو يعني في السياق ديال المباريات المؤجله ما نساوش فريق الجيش الملكي. لا هذا هو اللي غادي نجي ليه، وانه المقابله اللي غتجمع فريق الجيش الملكي وحسنيه القدير مدينه القنيطره. اذا فريق رغم انه القرب مدينه الرباط ومدينه القنيطره، ولكن كنلقاو بانه الجيش الملكي سيكون بعيدا عن الملاعب مدينه الرباط التي يلعبوا فيها اصلا. وما نساوش بانه هذه نقطه تنويه، انه كيف شاهدنا فريق الجيش الملكي بمستوى كبير خلال اللقاء اللي لعب ضد فريق حوريه كوناكري وفاز في هذه المقابله وتاهل لدور المجموعات. فريق الجيش الملكي بكل صراحه فريق اللي عرف ينتدب، فريق اللي يعني بمواصفات الفريق القوي، فريق اللي عنده مجموعه انا كنقولها غتلعب من اجل اللقب، وعنده مجموعه غادي يكون الحضور ديالها كذلك قوي على مستوى كاس عصبه الابطال الافريقيه. ترحيله من مدينه الرباط عنده ظروف حتى هو يمكن الاحتفاظ بمركب مولاي عبد الله وكذلك الملعب الاولمبي لنهائيه الحدث القاري تماما، فتم الترحيل ديالو لمدينه القنيطره. ولكن الجيش الملكي حتى هو مشكل هذا، لان عنده جمهور كبير، عنده قاعده كبيره. فإلا يعني كان مركب مولاي عبد الله حتى هو غيمتلأ عن اخره، لان فريق الجيش الملكي عنده جمهور كبير. واللقاء المؤجل امام فريق حسنيه اكادير هو كذلك فرصه لفريق الجيش الملكي من اجل اثبات الذات، من اجل مواصله المشوار على مستوى كوكب. وما نساوش الطموح ديال حسنيه اكادير، وهذا الشيء اللي بغيت نقول. كذلك هناك طموح لفريق حسنيه اكادير اللي كيحاول باش ما يوقعش في الاغلاط ديال الموسم الماضي وما يكونش كيلعب من اجل تفادي السقوط. فريق اللي حتى هو جايب طموح انه يحقق نتيجه ايجابيه، على الاقل التعادل ولا ينتصر لما لا، باش يحسن وضعيته على مستوى سلم الترتيب. ولكن اعتقد ان فريق الجيش الملكي من الفرق القويه اللي عندها مواصفات اللي يخليها باش تلعب من اجل اللقب. وكنتمنى ان الفرق ديالنا تكون كلها قويه وتكون واحد المنافسه، لانه كره القدم لا تلعب بفريق واحد ولكن بفريقين داخل الملعب. ونتمنى للفرق التي تمثل المغرب على مستوى القاري، نهضه بركان وفريق الجيش الملكي على مستوى كاس عصبه الابطال وفريق الاولمبيك اسفي وايضا فريق الوداد البيضاوي على مستوى الكاك، نتمنى ان يواصل المسار ليكون ضمن المتوجين خلال هذه السنه. نذكر فقط ان
لقاؤنا الديربي سيجرى عند الساعة 8 ليلا يوم الأربعاء، وفريق الجيش الملكي يستقبل فريق حسنية أكادير بمدينة القنيطرة ابتداء من الساعة 6 مساء. إلى اللقاء في مناسبة قادمة بحول الله. إلى اللقاء.